والله يا جماعة أنا عندي سؤال بقالي كتير بسأله لنفسي، إحنا ليه عندنا شركات إنتاج كتيرة كبيرة في مصر بس ما فكرتش تعمل منصة؟ ليه دايما لما واحد يبقى عنده فكرة ومحتوى حلو لازم يطلع بره عشان يقدمه؟ وطبعا شفنا مثال عندنا زي الدحيح، بدأ مع قطر اي جي بلس، وبعد كده انتقل الامارات، بعد كده دلوقتي قاعد وممكن بكره تلاقيه في السعوديه، لان هو ما لقاش عنده في مصر حاجه تضمه، حاجه تعمل له محتوى محترم نظيف، تسيب عنده شويه مساحه اللي بره بيسيبوها له. مش هقول لك بقى ايه تعالى خد المفتش الفني واعمل منصه، خد المفتش الفني اعمل له برنامج، لا، عندك سعدني في الحضاره مع العربي تيوب مثلا، ده ليه ما تجيبوش عندك وتعمل له محتوى؟ عندك المخبر الاقتصادي اشرف ابراهيم، ده برضو في الجزيره اي جي بلس، ليه ما تجيبهوش تعمل له محتوى؟ ليه دايما ان الفكره تطلع من مصر بس تتنفذ بره وتجيلك استيراد؟ يعني ده مش الغاز، لا مؤاخذه، يعني ما ينفعش. فليه شركات الانتاج مثلا ما تعملناش كده منصه جديده تكون مصريه، عماله مصريه، الصناع المحتوى اللي فيها مصريه؟ مش عايز تجيب الناس دي، عايز تنشئ ناس جديده، اعمل يا باشا، هات ناس جديده اعمل لها محتوى وطلعها. يعني خلي عندنا ناس كتير، مش ناس تتعمل عندنا في مصر وتطلع بره تشتغل وفي الاخر نستوردهم ويقول لك ايه ابن مصر البار بره في مصر، بره مصر. طب ليه مش في مصر؟ سلام.